السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انا وقفت عند حاجه غريبه جدا في موضوع تيم الحسن ووفاء الكيلاني. وفاء الكيلاني الزميله، وطبعا بنهنيهم يعني وبتاع. ان الناس في مصر واقفه عند موضوع مين اللي كسبان. يعني طبعا الستات شايفه ان وفاء هي اللي كسبانه، ان هي خدت تيم الحسن، والرجاله شايفه انه تيم هو اللي كسب ان هو اتجوز وفاء. وانا شايف انه الاثنين كسبانين بصراحه. يعني وفاء اعلاميه كويسه وتيم فنان محترم وبالرفاه والبنين. انما طبعا دلوقتي ما بقاش في حاجه بتحصل في العالم، حد يتجوز، حد يتطلق، حد اي حاجه غير، وطبعا الناس ليها راي، وده ينفع وده ما ينفعش، وده كويس وده وحش. بنبارك طبعا لصديقتنا وفاء، وانا كنت مره ضيف عند وفاء في البرنامج، ولما رحت عند وفاء في البرنامج ده قطم وسطي، لان هو ده البرنامج اللي خلص عليا ابان زمان. يعني قلت كده التصريحات كنت. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.